بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أبونا الخوري منصور متوشة جزيل الاحترام، أخواننا شماشة محترمون، الإخوة والأخوات، الحضور الكرام، سلام الرب يسوع المسيح له كل المجد. مساء الخيرات والبركات والأمنيات الطيبة والصحتين والعافيتين. نلتقي مرة أخرى في ضيافة دار ماربولس وأمسية جديدة مباركة بعنوان توقيع كتابين الموسومين، الباباوات خلفاء المسيح، وكتاب الآخر كل شيء عن القديس يوسف. إخوتي وأخواتي الأعزاء، كتاب الباباوات خلفاء المسيح اللي هو ياخذ سير الباباوات من القديس بطرس ولغاية البابا الحالي اللي هو البابا لاون الرابع عشر. فراح أبدي مباشرة بالقديس بطرس. طبعا تشوفون بالكتاب أنه أنا خليت بين قوسين البابا، لأنه ما كان هذاك الوقت أو في تلك الفترة لقب البابا، وإنما ذكر بعدين لقب البابا. راح نشوفها إن شاء الله من خلال مسيرة الكتاب شلون جاء هذا اللقب. فأكيد ما راح أمر على، وأيضا ما راح أمر على جميع الباباوات، لأن عندنا 267 بابا، فما ممكن أنا نمر على جميع الباباوات، لكن اختارينا مجموعة من الباباوات وراح نقدمها، والبقية تبقى لكم تطلعون عليها، لأنه هذا تاريخ، أولا تاريخ يربطنا بآباء الكنيسة وبرعاة الكنيسة، لأن هم يقودون الكنيسة، واجهة الكنيسة هم الباباوات، وإحنا طبعا مؤمنين هذه الكنيسة. فرح تشوفون طبعا أشياء عجيبة ومثيرة في سير الباباوات. فالقديس بطرس طبعا مثل ما قلت ما كان يسمى بابا، ولكن كان هو باعتبار رسول المسيحية. فراح نشوف بأنه أكو دلائل كثيرة بالكتاب المقدس عن مكانة بطرس الفريدة بين الرسل. وأنا سردت تقريبا 19 آية من الإنجيل المقدس عن دور بطرس في الجماعة الأولى، في الجماعة المسيحية الأولى، يعني جماعة التلاميذ. فهذه الأولوية لبطرس، واللي بعدين مدينة روما استورثت هذه الأولوية. هذا الشيء لمكانة بطرس صار نزاع أيضا بين الجماعات المسيحية. أيهما تقول إحنا كنيستنا هي الأولى، روما تقول أنا كنيستي الأولى، أنطاكيا تقول أنا كنيستي الأولى، القدس تقول أنا كنيستي الأولى، ودخلت على الخط بعدين اسكندرية أيضا تقول أنا كنيستي الأولى. فصار نزاع، جدال ما بين الجماعات المسيحية بسبب أنه هو من هو يكون الأولى في الكراسي. وينتهي هذا النزاع طبعا بعدين راح نشوفها في القرن الخامس راح ينتهي، ومن خلال الدلائل والمجموعات الكتابية اللي رفقت هذا الشيء. بعدين بعد بطرس راح نجي إلى
بابا سكستوس الأول. بابا سكستوس الأول هذا البابا اللي قال عنده مقولة شهيرة يقول إن فقط أولئك الذين يعيشون حياة نقية خالية من الخطيئة يمكن أن يصبحوا مثل الله. فقط أولئك الذين يعيشون حياة نقية خالية من الخطيئة يمكن أن يصبحوا مثل الله. طبعا بابا سكستوس الأول يعني كان بالفترة 115 إلى 125 تقريبا ميلادية، يعني من ذاك الوقت من القرن الثاني هذه مقولات الباباوات. ومعنى سكستوس يعني السادس باللغة اللاتينية، معناته السادس يعني البابا السادس، فسمونه سكستوس. طبعا راح امر على ايضا بقيه الباباوات. عندنا البابا القديس فابيانوس. قديس فابيان اللي هو كان يسمونه البابا العلماني. طبعا كل بابا له لقب، يعني هذا اللقب انا اعطيتونه من خلال قراءتي لسير الباباوات وشفت المصادر والمراجع وحللت يعني حياة الباباوات ومسيرتهم. فكل واحد بحسب مفهومي الشخصي أنا أعطيت له لقب معين. فالبابا فابيان سميتونه البابا العلماني. البابا العلماني ليش سمى البابا العلماني؟ يقول تم انتخاب البابا فابيان بطريقة إلهية وعجائبية. يعني قبل كان الكنيسة ترشح شخص معين، جماعة الكنيسة ترشح شخص معين يسمونه بابا، أنت نسويك بابا مع بين قوسين لأنه بعد ما كان اكو بابا لقب البابا، أنت نسويك رئيس الكنيسة، خلينا نقول رئيس الكنيسة. فما كان اكو بعد لقب مثل ما قلنا البابا. فالجماعة كانت تختار شخص معين من كنيسة، يعني أما قد يكون مثلا شماس، قد يكون مثلا كاهن، قد يكون أي درجة دينية، فيسوونه بابا. البابا فابيان كان بابا، يعني هذا كان علماني ما عنده علاقة بالموضوع. وقت انتخاب البابا من صار شغور الكرسي الرسولي جاء هذا البابا يقول تم انتخاب البابا فابيان بطريقة إلهية وعجائبية، إذ أن فابيان الرجل العلماني لم يكن لديه خبرة دينية، جاء إلى روما لحضور انتخاب البابا الجديد، لأن كان أكو بابا انتيروس توفى وصار كرسي شاغر، فلازم يجي واحد أيضا حتى يأخذ مكانه. وعلى الرغم من وجود رجال دين مميزين، كان أكو رجال دين مميزين ومرشحين للباباوية، وأثناء المناقشات العامة طارت حمامة بيضاء من الأعلى فجاءت واستقرت على رأس فابيان. هذا كان مثل إحنا ساعتنا شلون متجمعين هنا، وحمامة طارت فجأة واستقرت على رأس هذا الشخص العلماني. مثل ما جاء الروح القدس على شكل حمامة واستقرت على المسيح أثناء العماد، فصرخ الشعب صرخ الحاضر وبنفس واحد وكأنه إلهام إلهي مستحقا، فقد كانت علامة من الروح القدس على أنه يجب عليهم اختيار فابيان. سرعان ما نصبوه كبابا جديد فأخذوه ووضعوه على العرش البابوي. إذن هذا شخص ما كان عنده علاقة لا بابوية ولا رجل ديني، ولكن مثل كلتنا احنا من يصير فد اجتماع ديني او كنسي او مثلا يصير انتخاب معين مثلا نتجمع، فهذا جاء حضر وجت الحمام وطارت فجأة على رأس، فالشعب صرخ قال هذا نسوينه بابا. وفعلا كان بابا ناجح، يعني كان بابا ناجح. زين، عندنا بعدين يجينا شوف عندنا الشغور في الكرسي الرسولي، صار عندنا شغور، ماكو بابا بعد بابا فابيانوس، ماكو واحد يصير بابا. ليش؟ الشغور الكرسي الأول الرسولي لمدة 417 يوم ما كان عندهم بابا يوما، بسبب إيش؟ شدة الاضطهادات من قبل الإمبراطور الروماني ديسيوس، حيث لم يتمكن رجال الدين في روما من العثور على أي شخص على استعداد للتقدم والتضحية من أجل الكنيسة وتسميته كبابا بعد استشهاد البابا فابيانوس.
وخلال هذه الفترة كانت الكنيسة تحكمه هيئة من مجموعة كهنة. ما كان أكو، كان كرسي شاغر، ما حد يتجرأ يقول أنا أصير بابا. ليش؟ اضطهادات الإمبراطور الروماني ديسيوس، اضطهادات إمبراطور روماني ديسيوس، فأصبح كرسي شاغر لمدة 417 يوم. نيجي عندنا البابا ستيفن الأول، البابا القديس ستيفن الأول. هذا البابا استشهد بقطع رأسه. هذا البابا استشهد بقطع رأسه. فراح نشوف توفي طبعا البابا ستيفن الأول في 2/8/257، وتعترف الكنيسة بالبابا ستيفن الأول كشهيد قتل بقطع الرأس أثناء القداس، أثناء إقامة القداس والتحدث إلى أبناء رعيته. ما هو أثناء كان القداس ويوعظ للجماعة، حيث اقترب منه جنود الإمبراطور وقطعوا رأس البابا، قطعوا رأسه، وهو واحدا من العديد من الباباوات الذين استشهدوا بسبب إيمانهم ومركزهم داخل الكنيسة. إذن بابا عندنا ستيفن الأول، أو بعض الأحيان يسمونه ستيفانوس. هذا البابا استشهد بقطع رأسه في 2/8/257 أثناء إقامة الذبيحة الإلهية ووعظه للناس. عندنا البابا القديس ميلتاديوس ومرسوم ميلانو. في زمن هذا البابا، في زمن هذا البابا طبعا صدر مرسوم ميلانو. تعرفوا شنو مرسوم ميلانو؟ مرسوم الحرية الدينية بين قوسين. الحرية الدينية يعني حرية دينية ليس فقط للمسيحيين، لا، جميع أديان اللي كانت موجودة ضمن الإمبراطورية الرومانية أعطت الحرية، فسمي من ضمنهم الجماعة المسيحية، فسمي إيش؟ مرسوم ميلانو. في عهد البابا ميلتيادس صدر مرسوم ميلانو في شباط عام 313 بين الإمبراطور الغربي قسطنطين والإمبراطور الشرقي ليسنيوس. وأسس هذا المرسوم السلام والتسامح الديني للمسيحيين وغيرهم داخل الإمبراطورية الرومانية، ونهاية للاضطهادات الرومانية. بهذا المرسوم تقريبا انتهت الاضطهادات الرومانية، واعتبر المرسوم لحظة محورية في تاريخ المسيحية، لأنه أصبحت نوع من الحرية للمسيحيين أن يقيموا شعائرهم وطقوسهم بكل حرية، بكل حرية. البابا سيركيوس، بابا سيركيوس، راح نشوف هذا البابا استعمل عليه لقب البابا. شوفوا، يعني احنا وصلنا 38 بابا ما كان عندهم لقب بابا، كبابا ما كان عندهم لقب. من جاء سيركيوس أطلقوا عليه اسم البابا. زين، فيقول يعتقد المؤرخون أن السيركيوس كان أول أسقف روما يطلق على نفسه رسميا لقب البابا. هذا أول واحد كلقب رسميا أصبح من الناس ورايح بابا، أصبح لقبه بابا، وهي كلمة لاتينية معناها الأب. البابا كلمة لاتينية معناها الأب. فمن هذا البابا سيركيوس أصبح يلقب باسم البابا، ولهذا أنا ذكرت كتعبير عنه البابا، لأن حتى نعرف رأساً نعرف بأنه هذا البابا أصبح لقبه بشكل رسمي. البابا القديس إينوسون الأول، صفحة 53 راح نشوف هذا البابا طبعاً استورث الباباوية. يعني مثل ايش نقول الابن استورث الاب، تماما نفس الشيء. هذا البابا ابوه كان هم بابا، فاستورث الباباوية. فنشوف بانه البابا إينيسون الاول ولد حوالي عام 378 او 380، ويعرف باسم أبرياء البونو، ومعنى اسمه في اللغة اللاتينية هو البريء.
البريء أو النقي. كان شماسا ونشأ بين رجال الدين الرومان، نشأ بين رجال الدين الرومان. ورث عن أبيه البابا إنستاسيوس الأول البابوية. أبوه كان قبله البابا إنستاسيوس الأول كان بابا، فهو استورث هذا الشيء، هذه البابوية من أبونا. فهذا هو البابا اللي استورث البابوية. البابا إنيسونت الخامس، بابا إنيسونت الخامس، هذا البابا كان راهب دومينيكي، كان راهب دومينيكي. ونعرف احنا الرهبان الدومينيكان، رهبان دومينيكان يلبسون الأبيض، الثوب الأبيض، ثوب الأبيض. فهذا البابا بعد ما صار بابا ظل بنفس الملابس، ظل بنفس الملابس يعني البيضاء. ولحد الآن هذه العادة موجودة. قبل هذا البابا ما كان يلبسون الباباوات ملابس بيضاء، قبل هذا البابا ما كان يلبسون ملابس بيضاء مثل يعني هسه عندنا الباباوات مالتنا يلبسون الملابس البيضاء، لا، كان يلبسون ملابس عادية. لكن من جاء البابا إنيسونت الخامس بدأ نوع من التقليد، وهي عادة الرهبنة الدومينيكية، مثل ما عندنا خوات الماسيرات ورهبان الدومينيكان يلبسون أبيض، والتي أصبحت فيما بعد عادة في ملابس الباباوات. أصبح بعدين الباباوات اللي يجون بعدهم تقريبا بعدهم أصبح يأخذون الملابس البيضاء كعلامة أو كشيء مميز للبابا، كملابس مميزة للبابا. البابا الكسندر السادس، هذا البابا الكسندر السادس هذا قسم العالم إلى قسمين. العالم الجديد، يعني شنو العالم الجديد؟ قارة أمريكا الشمالية وقارة أمريكا الجنوبية. قسم العالم الجديد، قسمه، رسم خط بالكرة الأرضية أو بالخريطة، عفوا ما كان يكون نموذج للكرة الأرضية. قسم الخارطة إلى قسمين، وبعدها كان اكو امبراطورية الإسبانية المشهورة جدا وامبراطورية البرتغالية. فالبابا الكسندر السادس أصدر هذا البابا مرسوما بابويا عام 1493 بعد ما قام كريستوفر كولومبوس باكتشاف أمريكا عام 1492. هو بعد سنة 1493 أصدر مرسوم بابوي، هذا عنوانه من بين أمور أخرى، وبموجبه تم تقسيم الأراضي المكتشفة حديثا بين إسبانيا والبرتغال، مما أدى لاحقا إلى تعديل وتوقيع معاهدة تورديسالس في 7/6/1494. هذا التقسيم يتم عبر خط وهمي يمتد من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي عبر المحيط الأطلسي، ويقع على بعد 560 كيلومتر غرب جزر الرأس الأخضر كابي فيردي، ومما يعني أن جميع الأراضي الواقعة غرب هذا الخط منحت لإسبانيا. الملك فرديناند الأول وملكة إيزابيلا، هذا كذولا من الملوك الشجعان اللي حرروا إسبانيا. فغرب هذا الخط لإسبانيا، وشرق هذا الخط تم منحها للبرتغال ضمن مرسوم بابوي. ولحد الآن طبعا هاي المراسيم موجودة لحد الآن، هاي المراسيم موجودة لحد الآن. أصبح غرب الخط لإسبانيا، وأصبح شرق الخط تابعة أراضي تابعة للبرتغال. ولهذا نشوف بأنه أمريكا اللاتينية معظمها إسبانيا ما عدا البرازيل، يعني كان أكو رهبان برتغاليين موجودين في البرازيل فاستطاع أن يأخذوها إلهم. وأمريكا الشمالية أيضا تقريبا نصها تابعة لإسبانيا. البابا كليمنت الثالث عشر، يقول البابا كليمنت الثامن عشر هو الذي أسس عيد قلب يسوع، هو الذي أسس عيد قلب يسوع الأقدس. اعترف البابا كليمنت الثالث عشر رسميا، اعترف رسميا بعيد قلب يسوع الأقدس عام 1765، واجتهد في نشر ورعاية عبادة قلب يسوع الأقدس. فهو الذي أنشأ العيد قلب يسوع الأقدس، طبعا بعد ظهورات كثيرة للقديسة مارغريت مريم الأكوك. البابا غريغوريوس السادس عشر، بابا غريغوريوس السادس عشر هذا البابا كان يعارض التكنولوجيا، كان يعارض التكنولوجيا، يعني ما كان يحب التكنولوجيا أو ما كان يحب العلم،
ما كان يحب العلم كثير. فيشوف يقول: عرف البابا غريغوريوس السادس عشر بمواقفه المحافظة ومعارضته للتطورات التكنولوجية الحديثة مثل الإنارة بالغاز والقطارات، كان يضج من القطارات كثير، حيث كان يعتقد أن هذه التطورات قد تؤدي إلى تغييرات اجتماعية غير مرغوبة وتجعل سلطة البابا أقل داخل إيطاليا. وكان كرهه للقطارات، كان يكره القطارات، هذا البابا كان يكره القطارات قويا لدرجة أنه حضرها داخل الولاية البابوية وأشار إليها على أنها الطريق إلى الجحيم. قال بأن القطارات هو الطريق إلى الجحيم، أن القطارات هي الطريق. فكان يضوج من التكنولوجيا، يضوج من التكنولوجيا، لأنه كان يفكر بأن احتمال كان تضعف البابوية. البابا بيوس التاسع، هذا البابا بيوس التاسع أطول فترة بابوية، أطول فترة بابوية تقريبا 11559 يوم، بحدود تقريبا 31 سنة هو بابا، أطول فترة بابوية لحد الآن. وهو الذي أنشأ عقيدة المحبول بها بلا دنس، محبول بها بلا دنس، وهو الذي أعلن مار يوسف شفيع الكنيسة، هو الذي أعلن مار يوسف شفيع الكنيسة، البابا بيوس التاسع، بابا بيوس التاسع. بابا بندكتوس الخامس عشر، هذا البابا يسمونه بالسامري الصالح، خاصة خلال الحرب العالمية الأولى كان يساعد كثير ناس، وخاصة يهود والمرضى، كان يساعد كثير الناس خلال الحرب العالمية الأولى، مرضى فقراء، فكان يسمونه السامري الصالح، حتى أن فلوس البابوية راحت كلها للمرضى، راحت كلها للفقراء. ما ظل عنده يعني من توفى البابا بندكتوس الخامس عشر الخزينة كانت تقريبا شبه فارغة، كلها صرفها على المرضى، وخاصة خلال فترة الحرب العالمية الأولى. هذا البابا أصدر رسالة العامة اللي هو أعلن قداسة القديس أفرام السرياني. هسه إذا كلتنا من يعرف أفرام السرياني شو وقت صار قديس؟ الجواب ولا واحد ما نعرف. تمام؟ أكو واحد من عندكم يعرف بأنه أفرام أصبح قديس؟ شفيعنا مار أفرام أصبح قديس أو أعلن في روما بأنه قديس؟ الجواب لا. ومنه أي بابا عمله؟ الجواب ما نعرف. في أي وقت؟ الجواب ما نعرف. فإذا هو هذا البابا بندكتوس الخامس عشر أصدر رسالة عامة حول القديس أفرام السرياني بعنوان بطرس رئيس الرسل، بطرس رئيس الرسل، في 15/10/1920 حيث أعلنه البابا ملفانا في الكنيسة الجامعة، ويقام تذكاره حسب التقويم الروماني في 18/6 على توالي أجيال. كل سنة طبعا مار أفرام عنده تعرفون 3 أعياد، السبت الأول و28/1 و18/6. هذا البابا بندكتوس الخامس عشر أعلن قداسة مار أفرام السرياني. عندنا البابا بولس السادس، هذا البابا اللي ذكرتكم قبل شوية بأنه التقى بالبطريرك المسكوني أثينغوراس بطريرك القسطنطينية في القدس للفترة من 5/6/12/1964. التقى مع هذا البطريرك، وكان هذا اللقاء تاريخي لأنه شكل بداية مصالحة بين الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية بعد انشقاق دام قرونا منذ عام 1054. يعني شوفوا، من عام 1054 إلى عام 1964 إحنا متخاصمين، إحنا زعلانين، ناس ما تريد ناس. خلال هذا اللقاء رفع الطرفان الحرم المتبادل، هذا رفع الحرم وهذا رفع الحرم، مما مهد الطريق لتحسين العلاقات بين الكنيستين. وأول بابا طبعا بولس السادس أول بابا يزور الأراضي المقدسة وسمي بالبابا الحاج. فإذا لقاء البابا بولس السادس مع أثينغوراس تصالحوا الكنيستين الشرقية يعني الأرثوذكسية والكاثوليكية ورفع الحرم بيناتهم، ولكن لا زالت أيضا بعض السلبيات الموجودة بين الكنيستين. عندنا البابا يوحنا بولس الثاني، هذا البابا يسمونه البابا الحي،
لحد الآن موجود هذا البابا. يوحنا بولس الثاني أكثريتكم يعرفونه، البابا الحي. هذا البابا كان أول الباباوات اللي أصدر رسالة بعنوان أو رسالة العامة الإيمان والعقل. الإيمان والعقل. يشرح البابا إلى أهمية الإيمان والعقل في فهم الحقيقة بقوله: الإيمان والعقل هما بمثابة الجناحين اللذين يمكنان العقل البشري من ارتقاء إلى تأمل الحقيقة. فالله هو الذي وضع في قلب الإنسان الرغبة في معرفة الحقيقة ومعرفته هو ذاته. في النهاية حتى إذا ما عرفه وأحبه تمكن من الوصول إلى الحقيقة الكاملة في شأن ذاته. أصدر رسالة عظيمة جدا هذا البابا اللي هو الإيمان والعقل، يربط ما بين الإيمان والعقل. يعني أكو قسم يقولون الإيمان شكل طريق والعقل طريق، أو مستقيمان لا يلتقيان، ولكن بالحقيقة هم مستقيمان يسيران إلى جانب بعضهما الواحد، واحد يكمل الآخر. إذا ليس هناك إيمان ليس هناك عقل، وإذا ليس هناك عقل ليس هناك أي إيمان. البابا بندكتوس السادس عشر، بابا بندكتوس السادس عشر، هذا البابا يسمونه بالبابا العقائدي. كان عقيدة، صاحب عقيدة اللي هو عقيدتنا المسيحية. كان مسؤول عن مجمع الإيمان والعقيدة، فكان يسمونه بالبابا العقيدة. في فترة هذا البابا طبعا انكشفت الفضائح الاعتداءات الجنسية ما بين الكهنة. يعني يقول خلال حبرية البابا بندكتوس السادس عشر برزت وبشكل فاضح قضايا الاعتداءات الجنسية للكهنة بعد سنوات عديدة من التستر، وبشكل خاص في إيرلندا وأمريكا وفرنسا وبلجيكا. وعليه في 15/7/2010 أصدر الفاتيكان وبموافقة البابا بندكتوس السادس عشر إجراءات حازمة للتعامل مع اتهامات الاعتداء الجنسي على رجال الدين وإبعاد من تثبت إدانتهم من الكهنوت. كما بين البابا بندكتوس السادس عشر تعليمه بخصوص المثلية الجنسية وسيامة النساء كهنة، حينما ذكر يقول: من الواضح تماما أن تعصبا جديدا بدأ ينتشر، وأن هناك مقاييس فكر محبوكة جيدا يريدون فرضها على الجميع، ومن ثم نشرها تحت عنوان التسامح. إنما السلبي على سبيل المثال عندما نريد باسم عدم التمييز أن نرغم الكنيسة الكاثوليكية على تغيير موقفها من العلاقات الجنسية المثلية ورسامة النساء كهنة، وهذا يعني أن الكنيسة لم تعد تستطيع أن تعيش هويتها الخاصة. ما أصبحت تعيش هويتها الخاصة، ما أصبحت لها كلمة إذا سمحنا بهذا الشيء ضمن الإطار السلبي لهذا الأمر. وأخيراً نشوف عندنا أن بابا فرانسيس، هذا البابا فرانسيس اللي زار العراق الوحيد ضمن التاريخ الباباويات، ضمن الباباوات اللي زار بالعراق يوم 5 إلى 8 شهر الثالث عام 21. زار هذا البابا العراق ووجه عدد من وجه كلمة يقول فيها هذا بابا فرانسيس وجه كلمة للشعب العراقي. يقول: أيها الإخوة والأخوات المسيحيون الأعزاء الذين شهدتم لإيمانكم بيسوع في خضم المحن القاسية للغاية، أتوق لرؤيتكم بفارغ الصبر. يشرفني أن ألتقي بكنيسة، يعني كنيسة العراق، تميزت بالشهادة. شكرا لشهادتكم. هو يشكرنا على هذه الشهداء اللي قدمت كنيسة العراق خلال هذا التاريخ الطويل. عسى أن يساعدنا الشهداء الكثيرون الذين عرفتم على المثابرة في قوة المحبة المتواضعة. فهذه كلماته كان البابا فرانسيس من جاء إلى العراق ووجهها إلى الشعب العراقي. البابا لاون الرابع عشر اللي صار بابا بعد بابا فرانسيس، عندنا في الصلاة لهذا البابا نقول هذه الصلاة تقول: يا الله، يا من بتدبيرك المحكم أردت أن تبني كنيستك على قديس بطرس الذي عينته فوق الرسل الآخرين، انظر بعين الرضا إلى البابا لاون الرابع عشر
الذي جعلته خليفة لبطرس، وامنحه أن يكون لشعبك مصدرا وأساسا واضحا للوحدة في الإيمان والشركة بربنا يسوع المسيح ابنك الذي يحيا ويملك معك في وحدة الروح القدس الله إلى أبد الآبدين آمين. طبعا هاي صلاة خاصة للبابا اللاون الرابع عشر حتى يمكنه من قيادة الكنيسة.